من 5 سنين حتى ل 10 سنوات سجنا لاي واحد كيعرقل حركه المرور بوضع حواجز او اي شيء يقيد حركه المرور. نشوفوا هذا الفيديو. الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي كيعتبر وضع حواجز لتعطيل او عرقله حركه المرور جنايه، ومرتكبها خاصو يتعتقل ويتحاكم، في حين ان القانون المغربي يمنع وضع الحواجز بشكل تام على اي جهه باستثناء الحواجز القضائيه ديال الدرك والبوليس. ولكن اليوم في هذا الفيديو كنشوفوا ناس كيسدوا الطريق عاين باين، زعما القائد والمقدم والدرك والبوليس ما في خبارهمش ان هاد الناس دايرين خرق قانوني عين باين. راه المقدم والقائد الا حطيتي جوج ياجورات كيبعثوا معاك من العدم، ولكن هذه العرقله غير قانونيه وابتزاز المواطنين ما شايفينهاش، رغم ان الفصل 591 واضح وكيقول ان من وضع في ممر او طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات او استعمل اي وسيله لعرقله مرورها بقصد التسبب في حادث او تعطيل المرور او مضايقته فانه يعاقب بالسجن من 5 سنوات الى 10 سنوات. ايوا الفصل القانوني وها خارقي القانون، واش غديروا معاهم شي حاجه؟ بالعماله قصتهم. علاش؟ الاخبار في راسكم.